ما تغسلش العربيه في الشمس، عشان غسيل العربيه في الشمس بيعمل حرق في البوهيه. حرق في البوهيه ده معناه مش البوهيه اللي بتولع او بتتحرق، لا بتتحرق يعني بيحصل بقع في البوهيه كده، بتلاقي لون العربيه حتى لو انت عربيتك زيرو بتستغرب ان انت بعد فتره او بعد وقت معين بتلاقي البوهيه فيها حتت كده ايه، عامله بقعه زي بتاع بقعه الهدوم اللي بتكون على هدومنا يعني، بسبب الغسيل على السخونيه يعني الشمس بتبقى مسخنه العربيه او مسخنه البويه، فانت تيجي تغسل طبعا الميه اكيد ساقعه يعني مش تبقى نفس درجه الشمس، فبتحرق البويه على المدى الطويل، هتلاقي اللون العربيه عندك يحصل فيه بهتان. فغسيل العربيه في الشمس بلاش. عايز تغسلها يا اما اخر النهار خالص بعد الساعه 6 7، او تغسلها بدري جدا قبل ما الشمس تطلع، او تغسلها في مكان يكون الشمس مش طايلاه. تاني حاجه تغيير الزيت بدري عن ميعاده بيطول عمر الموتور، لان طبعا انت لو جايب زيت 5000 او 10000 بتقول لا انا هظبط نفسي على 5000 واغيره، لا، لان انت ما في حاجات كده بتضيع في النص او بتروح العربيه بتحرقهم او الزيت بيحرقهم في اللي انت بقى بتقف واشارات وتركن على جنب وتستنى شويه ومش عارف ايه، فانت ال 5000 دول مش بتمشيهم، بس انت على موضوع الاشارات والوقفه والحركه وبتاع تلاقي نفسك ماشي 6 ونص، بس انت فاكر نفسك ان انت مشيت 5، او مشيت 11000 بس انت فاكر نفسك ان انت مشيت 10. فانت سيب 1000 هنا و1000 هنا. لو انت بتغير 5000 غيره على 4، لو انت بتغير 10000 غيره على 9. ما تنزلش من العربيه بعد ما تركنها، ايا كان انت بتركنها في الشارع تحت بيتك في جراج ايا كان، غير لما تسوجر الطاره. سوجر الطاره عشان لو لا قدر الله يعني حد عرف يكسر الازاز داخل العربيه، في حاجه ممكن تعطله، يعني هو ممكن ما يخش العربيه لو لقى فيها حاجه ياخدها، بس مش هيعرف يدور العربيه لو الطاره مسجره. حد هيقعد يقول لي لا ممكن يسرقها وممكن يسلكها وممكن مش عارف ايه، ايا كان الحاجات دي بتعطل الحرامي لا قدر الله من السرقه، والمسوجر بتاع الطاره ممكن يخليه اصلا بعد ما يكون فكر ان هو يسرق العربيه لا يسيبها، لان هو مش عارف يحرك الطاره او الدور، لان هي في عربيات لما بتكون مسوجره ما بتفتحش خالص، او ما الطاره مش هتتحرك غير لما تحط فيها المفتاح بتاعها الاصلي، او بيكون في شفره معينه هتخلي الطاره تفك، غير كده مش هتفك. فما تنزلش من العربيه غير لما بعد ما تبطل العربيه تتاكد ان الطاره مسجره. ولو انت جاي من مشوار طويل ما تغسلش العربيه، مش بتغسلش العربيه من بره، قصدي غسيل العربيه يعني ما تجيبش ميه على الاجزاء اللي هي عند الجنوط والكاوتش، عشان هنا بتتاثر الطنابير دي اللي هي انت جاي من مشوار فبتدوس فرامل، فالتيل بيدوس على الطنابير فبيخليها سخنه مولعه. فانت لما اول ما تجيب عليها ميه، لو انت اول ما تركن غسلتها جبت عليها ميه هيحصل فيها تآكل، او هيحصل فيها عالي وواطي، هيخليك على بعد زمن يعني، او بعد فتره هتلاقي نفسك بتدوس فرامل، بتسمع صوت صفاره، بتسمع تكحيد جامد في صوت الفرامل، او هتلاقي العربيه اصلا مش بتمسك، وده بسبب الايه، ان انت بوظت الطنابير. فانت ما تكونش جاي من مشوار طويل وتقول انا هخش اغسل العربيه على طول دلوقتي، والراجل اللي هيغسل لك العربيه في المغسله عايز ينجز وعايز يخلص، ملوش دعوه تتحرق الطنبوره على البوهيه على اي حاجه، هيقول لك خش اغسلها لك على طول، وانت تريح دماغك واقف بتتفرج ومبسوط ان انت اول ما جيت دخل لك العربيه، لا هيروح ضارب الخرطوم في الطنابير، هيبوظ لك الطنابير خالص. او العربيه لسه جايه سخنه وهو يغسلها لك في الشارع او في الجراج او حاجه والشمس ضاربه فيها، وهيغسلها لك بسرعه كده عشان انت مستعجل وعايز تروح بيها مشوار، هيحرق لك البوهيه مره على مره هتلاقي البويه بتاعت العربيه اتحرقت وبهتت. لو لونها هي اسود بتلمع، هتلاقي اللون الاسود بتاعها بقى بهتان، بقى مش عاجبك كده، وانت حاسس ان العربيات اللي واقفه جنبها نفس اللون، حاسس ان اللون بتاعك مختلف عنها او اللون بتاعك اتطفى. فده بسبب غسيل العربيات في الشمس. حاول على قد ما تقدر تركن العربيه بعيدا عن الشمس، حتى بعيدا عن موضوع الغسيل، عند مكان شغلك، عند مكان بيتك، حاول تخلي العربيه بعيدا عن الشمس، عشان الشمس برضو بتبهدل في اللون بتاع العربيه، حتى ما لهاش علاقه بالغسيل. او حاول تغطيها على الاقل ايه، الشمس ما تكونش طايلاها قوي، او لو الشمس جايه عليها الغطا هيحميها شويه. يعني فنخلينا ايه، نبعد عن الشمس بقدر الامكان يعني في الاوقات بتاعه الصيف دي، عشان الشمس بتبقى الحراره شديده. حاول تخلي على طول مؤشر البنزين او تانك البنزين يعني عندك التلات ارباع، يعني ما تخلوهوش تحت النص عشان قلب ترمبه البنزين والترمبه ما تضعفش وتبوظ، وما تخلوهوش فوق قوي خالص عشان مع ارتفاع درجه الحراره والشمس وكده، وتانك البنزين بتزيد كثافته مع هو مليان يعني في التانك،
ممكن لا قدر الله يسبب انفجار للعربيه. فانت حاول على قد ما تقدر تخليه فوق النص وقبل الاخر، يعني تخليه بين الشرطه اللي في الاخر خالص اللي هي اكن العربيه مفوله على الاخر، ولا هي بين اللي في النص، عشان ما تقلش معاك وتاثر على قلب ترمبه البنزين. لقلب ترمبه البنزين لما البنزين فيه بيقل او البنزين في التانك بيقل عن قلب الترمبه بيسخن وممكن يبوظ، او على المدى الطويل بتبوظ، او العوامه هتعلق معاك وهتخليك هتقرا معاك اشاره البنزين او المؤشر بتاع البنزين هيقرا حاجات تخاريف. يعني ممكن يكون هي مفوله وتبان لك ان هي ما فيهاش، او تكون ما فيهاش وتبان لك ان هي فيها. فحاول على قد ما تقدر تخلي البنزين التلات ارباع. اي نعم البنزين غالي واحنا يعني ما بنخشش نفول غير لما بتكون اللمبه الحمراء بتنور، بس يعني ده نستحمله شويه ونحاول نتفاداه، عشان هنوفر او نقول احنا هفول لما تخلص بالمره وبتاع هنبوظ قلب ترمبه البنزين. وقطع الغيار دلوقتي ما بقتش رخيصه، المسمار بقى بالشيء الفلاني. فنحاول على قد ما نقدر نخلي البنزين يغطي العوامه وقلب ترمبه البنزين. لو عجبك الفيديو اعمل اشتراك في القناه ولايك وشير، واتفرج على الفيديوهات اللي فاتت هتستفاد منها وتعجبك.